دلوقتي بس مش باين لي غير حاجة واحدة بس نتعلمها، هي الراوتر اكتف لينك. تعالى بقى نرجع هنا لصفحة الهوم. افترض ان انا عندي هنا الصفحة دي، مفترض انا في الهوم. طب مش بنشوف ساعات مثلا في المنيو دي، لو انت في الهوم بيبقى مثلا دي متعلمة بشكل ما، ممكن يبقى تحتها خط مثلا ولا حاجة، او حتى ولا لو احنا في برودكت. تمام، هنعمل ده ازاي؟ مبدئيا هنحتاج تعمل CSS كلاس، وبعد كده تستخدم حاجة اسمها راوتر لينك اكتف، وتحط الكلاس اللي انت عاملها، طبعا CSS كلاس. تلاحظ هنا ايه بقى؟ تلاحظ ان احنا عشان جوه صفحة البرودكت فموجود هنا برودكت عادي، بس خد بالك بقى من الحتة دي. لو انا جيت هضيف هنا نفس الفكرة، هتلاقي ان هو مظلل على الاتنين، الهوم والبرودكت. طب ايه ده ازاي يعني؟ مش فاهم. حلو، خلينا بقى نفهم نقطة مهمة جدا. مبدئيا عشان بس تبقى انت فاهم، اي سترينج في الدنيا هي عبارة عن كونكاتينيشن ما بين سترينج فاضية عادي وسترينج عادي. ايه المشكلة لما اضيف سترينج فاضية واضيفها على سترينج عادي؟ وهتأثر في حاجة؟ مش هتأثر في حاجة. ودايما الهوم بيج عندي بتبقى عبارة عن سترينج فاضية، واخد بالك؟ يعني انا لو جيت ماشي، لو جيت ضفت كده هنا مثلا كده، وعملت كده في الراوتر لينك ده، ما هتشتغلش؟ هتشتغل عادي اهي، شغال اوكي. فهو علشان الهوم هو عبارة عن سترينج فاضية، وفي نفس الوقت البرودكت هو عبارة عن يعني أو كأن ده البرودكت تشايلد من الهوم، فهو معلم عليها هو الاتنين. طب نعمل ايه؟ حلو، هنيجي نقول له هنا راوتر لينك اكتيف اوبشنز، وهنقول له اكزاكت ترو. طبعا هنعمل ده كده. اكزاكت ترو دي معناها ايه؟ معناها لازم يبقى طبق الاصل الراوتر لينك اللي هنا. يعني هنا في البرودكت اهو معلم على البرودكت، لو رحت على الهوم هيعلم على الهوم بس. خدت بالك دي ايه الفكره؟ كلمه اكزاكت ترو دي انا بقول له انك انت هتطبق الراوتر لينك اكتف السي اس كلاس دي لما يبقى الراوتر لينك اللي هنا طبق الاصل الراوتر لينك او اليو ار ال المفتوح. يعني كاني بستخدم الاوبريتور، يعني كانه مثلا بيعمل يساوي مثلا ما بين اللينك، اوكي افترض يعني، وبيستخدم الايه التريس ايكوال مثلا زي كده وات ايفر. يعني هو كان بيعمل مقارنه بالطريقه دي، فاهم؟ بس دي الفكره، يعني هو بيستخدم كانه بيستخدم في المقارنه اللي هو التريس ايكوالز.